يا مساء الخير مع فيديو جديد من فيديوهات خلطة زوزة. عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل الملوخية الناشفة بطريقة تخليها لحد اخر معلقة لونها اخضر وتحتاري في جمالها. ما تنسيش الاشتراك تفعيل الجرس وعشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ. ازيكم عاملين ايه؟ ما تيجوا النهارده نعمل ملوخية ناشفة. الملوخية الناشفة الصراحة بتبقى جميلة قوي لما بتتعمل بطريقة صح، بتبقى حلوة. واكتر مكان بيتميز بيها هو الصعيد. النهاردة هعملها، بس مش هعملها بالطريقة الصعيدي عشان حاجة واحدة بس، ان الملوخية دي انا جايباها من عطار هنا. فانا ما اعرفش اذا كانت الصراحة كانت ملوخية صعيدي ولا لا. فانا عايزاها تفضل محتفظه، هي لونها الصراحه لونها اخضر حلو اهو جميل، بس عايزاها تفضل بعد ما تطبخ على النار تفضل محتفظه باللون الحلو ده. فعشان تفضل محتفظه معاكي باللون الاخضر الحلو ده، هديكي خطوات تعمليها لها. هتخليها معاكي لحد اخر طبق ملوخيه خضراء كانها خضراء. طيب انا قررت اعمل ملوخيه ناشفه دلوقتي حالا، وما عنديش حتى شوربه لحمه او شوربه فراخ. سهله قوي، اقدر اعمل لها شوربه مخصوص بحاجات سهله جدا. آه، المقادير اللي معايا او الحاجات اللي معايا ملوخيه ناشفه. معايا واحده طماطم مبشوره كبيره حلوه. معايا الثوم. معانا ملح، وهتحط لها كزبره، وهتحط لها فلفل اسمر، واللي هي ايه بتاعت مرقه الدجاج، اللي هي مرقه الدجاج. وعندي كوبايه ميه. طيب هتعملي ايه بالميه يا زوزة قبل ما تطبخيها على النار؟ انا هعمل لها حاجه تخليها تحتفظ باللون بتاعها الاخضر. هحط سنه كربوناتو وسنه سكر، وهقلب كده، وهحط عليهم شويه الميه دول، او لو عندك شوربه الميه دي طبعا بديل للشوربه. هقلبها كده، هعجنها، وهسيبها حوالي 10 دقايق ربع ساعة تتخمر. ازاي يعني تتخمر؟ هي لما تتخمر هتاخد اللون الاخضر كأنها ملوخية خضراء. عايزة اقولك الصعيد ما بنعملهاش كده. في الصعيد احنا الشوربة بعد ما تغلي بالتومة والطماطم بنحط الملوخية على طول، ومش بنخلي الملوخية تغلي على النار. احنا يعني امي الله يرحمها كانت بتطفي النار وتروح ضايفة الملوخية. اهو انا خليتها كده، هغطيها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، وهعمل معاكم الشوربة بتاعتها خطوة بخطوة. هنعمل بقى الشوربة بتاعتها. هنحط نص معلقة سمنة في الحلة، وهننزل بحوالي 3 فصوص ثوم كده. انا مش بخليها تحمر. وهنزل ملح، وهنزل بالكزبرة والفلفل، هنزل بحبة طماطم حلوين كده. انا بعمل الشوربة بتاعتها كأنها شوربة لحمة او فراخ. هنزل بالمرقة وبقية الملح. وبصوا هنزل بمعلقة الفريك البلدي دي. الصراحة بيطعم، يعني التركة دي من عندي انا بحبها. هبتدي بقى
انا عندي ميه سخنه هنا، هبتدي ازود عليها الميه. بصي هي خلاص بقت شوربه، هسيبها تغلي غلوتين عشان تاخد طعم الشوربه، وهضيف عليها الملوخيه. بصي بتغلي ازاي، زي ما اتفقنا هنخليها تغلي غلوتين. انا سبتها زي ما اتفقنا تغلي غلوتين عشان الفريك يستوي، الطماطم الثوم كل حاجه. هنزل بقى بالملوخيه. هطفي كده النار، انا ما بحبش الملوخيه تغلي على النار خالص. انا اتعودت اعملها كده زي امي، كانت الملوخيه بتفضل خضره لحد اخر لقمه. هقلبها كده، هجيب المضرب هفكها كده. بصي انا خلاص فكيتها، لونها حلو. طبعا ما خليتش الملوخيه تغلي على النار خالص، انا بكتفي بسواها في الشوربه من غير ما تكون مولعه النار تحتها. هرفعها من على البوتاجاز وهعمل الطشه بتاعتها. الطاسه نزلت بمعلقتين 3 زيت مع سمنه. ليه زيت؟ عشان خاطر ان انا عايزاها تلمع، الزيت بيخلي في الطشه لمعه. ونزلت بمعلقه كبيره توم، هحط بقى التوابل معلقه كزبره ومعلقه سنه معلقه ملح وشويه فلفل اسمر. اهم حاجه الكزبره لان الثوم ده فيه ملح، فانا ما كترتش ملح طبعا الطشه. بصي وهحط سنه هريسه حبه صغيرين اهو كده. هنحط بقى الطشه. حطينا الطشه، وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك الحلو من ايدك. وهندوق سوا طبق الملوخية اللي احنا عملناه مع بعض بالطريقة بتاعتنا احنا، اللي هي مش الطريقة الصعيدي. شايفة اخضر ازاي؟ شايفة اللون الاخضر عامل ازاي؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. شايفة؟ بسم الله اوله واخره، تحفة تحفة والله، اللهم بارك.